كنت عارفة إن الحرام آخرته وحشة. حاولت أقنع جوزي كتير يبطل اللي هو بيعمله عشان ربنا يرضى عنا، لحد ما نهايتي كانت بشعة وجالي المرض الوحش كعقاب من ربنا. أنا مش جاية أشتكي، أنا جاية أحذر كل الستات عشان محدش يعمل زيي. الأمهات دايما كلها بتقول ارضي جوزك عشان يرضى ربك عليكي، لكن أنا الموضوع معايا كان بالعكس. كنت برضي جوزي على حساب ربنا. أنا كنت بنت دلوعة طلباتها كلها مجابة، عايشة حياتي بالطول والعرض، مفيش حاجة بطلبها من أهلي غير لما بتتنفس. احنا كنا أسرة من الطبقة الراقية، وعلى الرغم من كده بابا كان نفسه يجوزني بأي شكل، مش عشان يضمن مستقبلي ولا أي حاجة، عشان يطمن عليا. وكان بيتقدم لي أشكال وألوان، المهندس والدكتور والسفير، لكن أنا كنت برفضهم كلهم علشان ما فيهمش المواصفات المعينة اللي في دماغي. كنت بني آدمة سطحية، عايزة راجل شكله حلو يلفت النظر وبس. وبالفعل خبط في يوم على باب بيتنا عريس في كل المواصفات التافهة اللي أنا كنت بدور عليها. شكله حلو، لبسه شيك، ويتمنى لي رضا أرضه. اتجوزنا فعلا وعشت أسعد أيام حياتي. كانت طلباتي كلها مجابة من قبل ما أطلبها، لكن العلاقة كانت بالنسبة لجوزي أهم من إننا ناكل ونشرب. عشان كده كان طول الوقت يطلبها مني حتى لو عندي أي عذر، وأنا ما كنتش بمانع. كنت فاكرة إني لما أرضيه كده برضي ربنا ويبقى راضي عني، لحد ما حصلت حاجة غيرت حياتي كلها. ماما اتوفت فجأة في حادث بشع. شفت جثتها قدام عينيا، كانت ملامحها مشوهة، مفيش حتة فيها سليمة. عشت في صدمة وكنت حاسة إنه في كابوس. استعوضت ربنا وطلبت منه يديني الصبر والقوة، وبقيت مهتمية ببابا طول وقتي معاه. لكن للأسف مفيش أيام وبابا كمان مات. دخلت في حالة اكتئاب، بقيت بعيط ليل نهار ومش بخرج من البيت أبدا. وتحولت من البنت اللي كانت بتقضي وقتها بالطول والعرض لواحدة أنا معرفهاش. قربت من ربنا وبدأت أصلي وأتفرج على برامج دينية، وعرفت وقتها بالصدفة إن كل حياتي قضيتها حرام في حرام، بما فيها علاقتي الزوجية. وإزاي كنت بعمل الحاجات اللي ربنا حرمها في القرآن وأنا ما كنتش أعرف. لكن على الرغم من كده جوزي ما اقتنعش وفضل مكمل في اللي هو فيه، وأنا ما كنتش بقدر أمنعه. لحد ما حسيت في يوم إني تعبانة، خسيت النص، بدأ يغمى عليا كتير وحاسة بألم فظيع. خدوني ورحت علشان أكشف، وكانت الصدمة جالي سرطان على الرحم، وكنت في مرحلة متأخرة والورم خبيث. وكل ده بسبب اللي كنا بنعمله. لما عاتبت جوزي إنه هو سبب اللي احنا فيه، قال لي أنا ماليش دعوة، انت كنت بتبقي مبسوطة زيك. ولما الخلافات زادت بينا عشان كنت بحمله مسؤولية اللي حصل، طلقني وسابني لوحدي. عشان كده نصيحة ليكم، اوعوا تعملوا أي حاجة تغضبوا بيها ربنا على حساب أي حد.